قمة الكلاسيكو أثارت المزيد من التفاعلات، فصحف إسبانيا تناولت أحداثها من زوايا مختلفة. ففي الوقت الذي احتفت فيه صحف كاتالونيا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ألقت صحف مدريد باللائم على الفرنسي زين الدين زيدان، واصفة إياه بالمرعوب. في برشلونة لا تزال نشوة الكلاسيكو تسيطر على عناوين الصحف هناك. السبورتيو اختارت هذا العنوان: الكابوس المعتاد. خلال السنوات الأخيرة حمل الكلاسيكو في طياته مواجهة ثنائية ما بين ميسي ورونالدو، ومرة أخرى يخرج منها الأرجنتيني فائزا. ميسي زرع الرعب مرة أخرى في قلوب المدريديين وأرعب زيدان تحديدا، وهز شباك برنابيو للمرة ال15 مواصلا تحطيم الأرقام القياسية. صحيفة سبورت لخصت أحداث المباراة في أحد عناوينها: ميسي مشهد رعب. لم يسبق للاعب أن أجبر زيدان على تغيير طريقة لعبه كما فعل ميسي. المدرب الفرنسي بإقعاده إسكو وبيل واعتماده على كوفاتشيتش أظهر مدى تخوفه من ليو، لكن الكرواتي لم يكن سوى ظل للنجم الأرجنتيني الذي رفع من إيقاعه تدريجيا لينسف خطط زيدان ويحكم البرنابيو من جديد. موندو ديبورتيفو بدورها احتفت بميسي وهي تعنون: ميسي يفوز مجددا على الأفضل، إشارة إلى الجائزة التي حصل عليها غريمه رونالدو. يرى كاتب المقال بأن ميسي بعيد عن أي مقارنة، وأظهر ذلك مجددا رغم أنه لم يكن في أفضل حالته، لكنه أجبر زيدان على تغيير نهجه، وأجبر ريال مدريد على الخضوع للأمر الواقع، حيث تحكم في إيقاع اللاعب خصوصا خلال شوط المباراة الثاني، مواصلا عروضه في برنابيو. في العاصمة أشارت الصابع الاتهام إلى زيدان. سانتياغو سيغورولا كتب في آس: ريال مدريد دفع غاليا ثمن الرعب من ميسي. يرى الكاتب بأن عزة النفس هي السمة الأبرز للفريق الملكي حتى حين يلعب مع أندية أقوى منه، لكن زيدان هذه المرة بتغييراته على التشكيل أعلن للعالم خوفه من ميسي، وكأنه يقود جيرونا وليس ريال مدريد، وقد أدى ثمن ذلك غاليا. أما ماركا فقد نبهت إلى ضرورة الإسراع في تعزيز الفريق رغم ما صرح به زيدان بعد الهزيمة في الكلاسيكو، حيث جدد ثقته في المجموعة كعادته، لكن الواقع غير ذلك، فالهزيمة بثلاثية في عقر الدار أمام الغريم الأزلي والابتعاد عن المنافسة على اللقب قد يدفعان الفرنسي إلى التفكير ماليا في دخول سوق الانتقالات الشتوي بحثا عن طرق نجاة. لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يمارس هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام. هداف البلوغرانا الأول تألق مرة أخرى ضد الغريم ريال مدريد بتمريراته الحاسمة وأهدافه التي لا يزال يتربع بها على عرش هدف الكلاسيكو. تعددت الاحتفالات والملعب واحد، كثرت الأهداف والشباك واحدة. تألقه اللافت أمام الريال جعل الكثيرين يلقبونه بملك الكلاسيكو. ميسي إنه ليونيل ميسي. is the best. النجم الأرجنتيني عاد مرة أخرى إلى ملعب سانتياغو برنابيو وهو يحمل في جعبته 24 هدفا قبل أن يغادره ب25، معززا رقمه كأفضل هداف في تاريخ كلاسيكو العالم. صاحب 30 عاما أثبت للجميع مرة أخرى أنه يهوى التسجيل في مرمى الريال، محرزا أرقاما جديدة قد يصعب على الكثيرين تحقيقها في المستقبل. ليو أصبح الهداف التاريخي للكلاسيكو بملعب الميرينغي ب15 هدفا، وبات أيضا أفضل هداف في تاريخ الليغا ضد الريال ب17 هدفا. نجم البلوغرانا لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل نصب نفسه أفضل هداف في أوروبا عام 2017 بعد توقيعه 54 هدفا في جميع المسابقات. أرقام البرغوث ليست أهدافا فقط، فميسي أضاف إنجازا جديدا بوصوله إلى الرقم 200 لكن في صناعة الأهداف. والتاريخ سيسجل أيضا أن آخر تمريرة حاسمة له عام 2017 جاءت في معقل النادي الملكي ومن دون حذاء. يا ولدي يا ولدي يا ولدي، ستفتش عن ميسي في كل مكان، لما يعتزل ستتذكره الأيام.
إذن برشلونة يحسم القمة، يقطع شوط كبير نحو التتويج بلقب الليغا، ينتقم أيضا من غريمه اللدود الذي فاز عليه في لقاء السوبر الإسباني، فاز عليه ريال مدريد ذهابا وإيابا، وهذا الانتصار مشاهدينا هو الرابع عشر بدون هزيمة حتى الآن هذا الموسم البارسا. صحيح، وسنتحدث عن هذا الموضوع أكيد بعد قليل من جوانب أخرى ربما تتعلق هنا بالدوحة، وأكيد متابعة مشجعي برشلونة هنا في الدوحة، ولكن دعونا نضعكم أيضا في صورة أكبر وأوسع وأوضح بالنسبة للتغريدات التي تناولت هذا الفوز وتناولت هذه المباراة بشكل عام. لاعبو برشلونة تغنوا بالانتصار عبر حساباتهم في تويتر. القائد أندريس إنيستا غرد الطريقة المثالية لإنهاء العام، هو عمل كبير للفريق، فورسا بارسا. أما الحارس الألماني تير شتيغن فكتب على حسابه أداء مثالي ومدعاة للفخر من كل الفريق ختام هذا العام، الفوز بهذا الكلاسيكو لكل جماهير برشلونة حول العالم. أمين، إذن يعني يتغنون بنهاية عام سعيدة لبرشلونة. صحيح، نهاية عام سعيدة للبارسا ومؤلمة لريال مدريد الذي فاز ب5 ألقاب هذا الموسم، لكن نهاية مأساوية. القائد السابق مشاهدينا للبارسا كارلوس بويول احتفل بدوره على تويتر واضعا صورة له مع اللاعبين في الحافلة بعد المباراة مغردا: مبروك يا أصدقاء، أنتم الأفضل. حساب لا ليغا في تويتر أفرد هو الآخر مساحة للاحتفال بأرقام النجم الأرجنتيني ليو ميسي. الحساب نشر صورة ليو وكتب عليها: الهداف التاريخي للكلاسيكو ب25 هدف، الهداف التاريخي للكلاسيكو في البرنابيو 15 هدف، أفضل مسجل في التاريخ بمرمى ريال مدريد 18 هدف، إنه ليونيل ميسي. نعم أمين، بعد كل هذه الأرقام وبعد كل هذا الشرح في النهاية نختم إنه ليونيل ميسي. صحيح، وبات أول واحد يسجل هدف بالجوارب، أسيست بالجوارب كما جاء في آخر يعني هدف لأليش فيدال. كنت أقول لك أمين قبل قليل أنها ربما تكون مؤلمة. صحيح. هذه اللحظة يعني أن يسجل هذا الهدف بقدم، يعني كل ما هناك عليها جوارب وليس هناك حذاء، كرم الله السامعين، أكيد حذاء يكون فاصل بين رجله وبين الكرة، ولكن يعني حلاوة الفوز أكيد أنست هذا الألم. عموما سنبقى وإياكم في تغريدات أيضا ضمن التغريدات التي لاقت انتشارا كبيرا عبر تويتر. كان ترتيب الدوري الإسباني الذي وضعته جريدة ليكيب الفرنسية هذه المرة. الصحيفة أمينة نشرت تغريدة كتبت فيها: إليكم ترتيب الليغا، برشلونة أولا ب45 نقطة. وتركت الصحيفة كما تتابعون على الشاشة فراغا كبيرا تحت برشلونة من أجل الوصول إلى مكان ريال مدريد في الترتيب، مع صورة لرونالدو وهو ينظر إلى الأعلى. فكرة الصورة أنه ينظر إلى الأعلى أكيد فيها فلسفة. أكيد ينظر برشلونة من فوق ويبتعد بفارق كبير من النقاط، لكن العديد من المتابعين وعشاق ريال مدريد حملوا مسؤولية الخسارة لزين الدين زيدان واختياراته في هذه المباراة، خصوصا الإصرار على إشراك مواطن كريم بنزيما الذي سماه معلقنا عصام الشوالي الراعي الرسمي للجلطات. الله، يعني بصراحة الراعي الرسمي أولها حلوة، بس الجلطات الله يبعدنا عنها أكيد. يعني هو اللي بيجلط عشاق ريال مدريد. أكيد، لكن أكيد عنوان يعني قاسي تحديدا على ريال مدريد. عموما الصحافة الإسبانية أيضا تنوعت ما بين السعادة أمين في الجانب الكتالوني والخيبة في الجانب المدريدي. سبورت كتبت: كريسماس سعيد، برشلونة يعود لإذلال البرنابيو. أما موندو فقالت أو كتبت: الأفضل ب14 نقطة في شوط ثاني كبير، برشلونة يفوز في البرنابيو ويجعل الفارق 14 نقطة مع مدريد. من جهتها لسبورت عنونت: تمرد، برشلونة يعود بانتصار كبير من البرنابيو ويوسع المسافة عن ريال مدريد إلى أكبر فارق من النقاط. ماركا كما تتابعون كتبت: زيدان يدخل في دوامة من التفكير، البارسا يعود من البرنابيو بانتصار ويتوج بطلا للشتاء وتقريبا الصيف. ذكروني بالشتاء والصيف، يعني هناك نوع من التحديد إذا صح التعبير، شتاء وصيفا. لعب، صحيح، لعب بالكلمات
صحيح بالمفردات أكيد. لعب في مكانه، لأنه الشتاء اوريدي صار من صالح برشلونة، وحتى الصيف أكيد مع توسع فارق النقاط. هناك أكيد حزين وسعيد بهذه النتيجة. أنت مع مين في؟ أنا بالاثنين، لا حزينة ولا سعيدة، بس